السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم لكم طريقتي في تحضير حريشات كيجيو بنان بزاف ولذاذ ساهلين في التحضير، اكيد بدون جلوتين، بانواع حبوب مختلفه كيجيو احسن من العاديين او اللي بالجلوتين. فنمروا باش نشوفوا طريقه التحضير ديالهم والمقادير. هنا بالنسبه لانواع الحبوب اللي استعملت سميد الارز، الذره، سميد إيلان مع سميد الكينوا هنا جنبو، واستعملت دقيق سورغو، استعملت دقيق الارز الكامل، ودقيق خالي من الجلوتين. هنا نعطيكم العبارات، يمكن لكم تستعملوا العبارات اللي بغيتوا. غير بالنسبه للسميد، انواع سميد يكونوا اكثر من الدقيق. بالنسبه للدقيق علاش كنستعملوه؟ غير باش يخلي الحريشات يتجمعوا، لانه داك الجلوتين ما كيكونش بطبيعه الحال في السميد اكثر. يمكن تكون حاجه ديال السميد مثلا الارز او مازال سميد الذره كيقدر يتجمع على سميد الارز، يعني الا بغينا نديرو بهم حريشات. هنايا استعملت سميد الارز. الا كان عندكم سميد الارز الكامل، هنا هذا سميد الارز الابيض، الا عندكم سميد الارز الكامل غيكون احسن. هنا استعملت 200 غرام ولا عفوا 150 غرام. بالنسبه قلت العبارات تقدروا تستعملوا العبارات اللي بغيتوا، انا بغيت اللي كيبغي يعرف العبارات مضبوطه. فهنا استعملت 150 غرام من سميد الارز. غنضيف معاها هنايا سميد الذره، هنا استعملت ليه 120 غرام. غير بغيت نقص هنايا الكميه من سميد الذره. تقدروا حتى تستعملوا 150 غرام. هنا استعملت هذا خليط عندي ما بين إيلان والكينوا، يعني كنطحنهم هي في المنزل، كنغربلهم، كناخذ دقيق كنستعملوا الخبز، والسميد كنخليه للكسكس والحرشه. هنا استعملت 150 غرام من خليط ما بيناتهم بجوج. هنا غنستعمل خليط ما بين انواع الدقيق، استعملت السورغو، دقيق الارز الكامل، ودقيق خالي من الجلوتين. هنا استعملت خليط ما بيناتهم 150 غرام. غنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها باش تحيد هذوك الكويرات ديال الدقيق خالي من الجلوتين، ومن بعد نضيف لهم بقيه العناصر. هنا غادي نضيف لهم الزبده، خليط ما بين الزبده والزيت. هنا استعملت انا زيت الزيتون، كتجي فيهم كتعطيهم نسمه زوينه وصحيه. غادي ندخل فيهم هذيك الخليط ديال الزبده والزيت مزيان، وغادي ناخذ من هذا الخليط هذا واحد شي شويه باش نقرص الحريشات ديالي. من بعد هنا غادي نضيف شويه ديال الملح. انا استعملت شي نص معلقه. شويه ديال الاعشاب منسمه، انا استعملت شويه د ازير وشويه ديال الزعتر. هنايا استعملت كالتحليه، استعملت باش كيجيو محمرين شويه بدل السكر، استعملت سكر التمر، واستعملت ساشيه من خميره الحلويات. هنا غادي نخلط المكونات مع بعضياتها وغنجمعهم بالماء الدافي حتى كنتحصلوا على واحد القوام ديال الحرشه العاديه. هنا غناخذوا المقلاه ديالنا، غنوضعوها فوق العافيه تكون متوسطه، غندهنوها بشويه ديال الزيت، غندهنوا يدينا حتى هي بشويه ديال الزيت، وغناخذوا واحد شويه من العجين، يعني قياس اللي بغينا ديال الكويره على حسب الحريشه قداش بغيناها. غادي ندوزوها في داك الخليط ديال داك السميد اللي كنا خليناه، وغنوضعوها في المقلاه ونقرصوها شويه. غنخليوها حتى تحمر من الجهه الاولى، ومن بعد غادي نقلبوها باش تحمر من الجهه الثانيه. غنستمر بحال هكذا حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. الحريشات ديالنا كيجيو على هذا الشكل، راه كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وتاكلوهم بالصحه والراحه، وتشاركوني في التعليقات كيف جاوكم هاد الحريشات. فشكرا لكم للمشاهده، وكنضرب لكم موعد فيديو مقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.